أصبح الخير أولاد الخير، أصبح الورد فوق الأرض. أخوتي خواتاتي المغاربة العزاز في خارج أرض المغرب وداخل أرض المغرب من طنجة حتى القويرة لاباز على الوالدين. غادي نهضروا على أكرم اليوم 21 يوم ما باش أكرم، ولا ما عمرنا لقاو أكرم. باش خصكم تعرفوها، هذيك النصابة خديجة بنت خنيفرة عندها 21 سنة وصحاباتها عارفين مع من كانت مصاحبه وما بغاش تقول ان شكون اللي مسيطر على خديجه بنت خنيفره الصفريطه. واحد صاحبها مصاحبه مع شي ماشي اردني، ولا مصاحبه مع شي سوري، هو اللي عطيها الخطه جهنميه. فهمتيني؟ مصاحبه مع شي سوري هو اللي تيلعب لها بعقلها كيبغى، الشرارة. فهمتيني؟ هو اللي تيقول لها نخرجك لبرا ونمشي انا وياك لبرا وما تخافيش. اختها مريم عارفه اش كاين، ان العقل المدبر. شكون هو مول العقل المدبر؟ هي خديجه الشريره الدكميه. نعط الله واليك صبا. واختها مريم كتنفذ لها. نصابا كذابا، والكذاب هو النصاب، والكذاب هو الشفار، الكذاب هو الغدار، الكذاب هو السحال، الكذوب حرام، الكذوب فيه كلش. كاع اللي يكذب عليك عرفو كيدير كلش خطر. فهمتيني؟ نعط الله ولا الكذاب ولا مازحا. واحد صاحبتها قالك دايره 3000 درهم كارين بيتات بحال الفندق، بحال الجرواقات. بيت هنا بيت هنا بيت هنا. الزفريه بناتو الزفريه ما عمرني شفتها اللهطه. والديهم باخر عليهم وتيسافروا باش يلقاو الحريه بالعربيه، يدخلوا فوق ما بغاو، يلبسوا ميني جوب، يخرجوا يدخلوا يخرج. فهمتيني؟ المهم تيبغيو البنات واخا ما خاصهم والو، خاصها تكري باش دير ما بغات كيما هاد خديجه. الوالدين راه منكم الفارطه الوالدين، منكم الفارطه الوالدين. المهم صاحبتك قالك دات 3000 درهم. كيما دات 3000 درهم وانت حقا ما كنعرفهاش، ما كتعرفهاش تسل فيا، ما كايناش هادي. اخوتي خواتاتي هادو راه كيعرفوا خديجه مع من مصاحبه، وعارفين خديجه مع من كتتقهوى، وخايفين اللي يجبدوا اللي يمشيو فيها تا هما. عارفين وخديجه وثاني عارفه مع من مصاحبين. هي دابا انا عندي مرتي في فرنسا سميتها ساره، كلشي عارفني كنهضر معاها، ومشاو كنهضر معاها في التليفون كيشوفوني مع من كنهضر مع نعيمه. وهي اللي بنت ما يعرفوهاش، حنا اللي رجال تنحشمو تيعرفونا بيناتنا مع من كنهضروا الدراري صحابنا، هما اللي بنات نتوما تقولبونا. اختها مريم تالك هي العقل المدبر، هي اختها ومريم كتنفذ لها. مريم قالت تقول للبنات ندخل للبوليس، هي تهمت البوليس بينا ندخل للبوليس طلبوا لي الفلوس. تقول لهم ندخل للبوليس طلبوا لي 7 المليون باش ندخل للبوليس. هي انا كندخلو بالرشوه، هي السي الحموشي كيدخل بالرشوه. انا نجحتي بسم الله، ما نجح سقطتي سيري بحالاتك. هذه بدا خسر العقوبه بعدا على برا. ان اختها اختها اللي خدماتها وكتقول الوالديه ما تخدموش، كتسلف بخبار اختها، تصيفط اختها تسلف لها. وكيفاش اختها ما تعرفاش فين مشات، كايناش هادي، وما تعرفاش فين باعت الدري. كانت خسر الفلوس كثيره، ولاو باعوا الدري لشي ناس يتمناوه يربيوه. زاد قبطات الفلوس، باع الدري تلقات بعتو للدار البيضاء، وقبطات الفلوس وزادت بيها. فين زادت بيها؟ ما زادتش بيها لتركيا، جات بيها للصبريون.
ومن الصبليون تزيد لشي بلاصه اخرى. والبنت هي بنت عروبيه وعندها 21 عام. واحد صاحبتها خدامه في الكابلاج، قالت لها سيري ساك ديري الباسبور، والباسبور خصك تكوني انتي مولاتو باش تسني وباش ديري البصمه. الباسبور تيتعطل قال 15 يوم. قالك هي هاد خديجه جابتو لها قالك في 3 ايام. بغينا نعرفو شكون اللي عطاها الباسبور في 3 ايام. سوا الله اش يعطينا راس الخير. هي بوجديه بلده عربيه مكلخه من اي طرحو من ليه، من خنيفره من ليه، ساكنه مع المعيز. جات ولا تعرف تساكد الباسبورات، ولا تعرف تشد الباسبورات، ولا تعرف تشد الفيزا. ما فهمناش. وهاد صحاباتها قالك ما عرفناش مع من كتهضر. قولوا لنا مع من كنت تهضر السيد اللي كتهضر معاه. هذاك هو العقل المدبر، هو مول الخطه الجهنميه، هو اللي كان كيقول لها جيبي الفلوس، جيبي الفلوس ولا نقطع لك، جيبي الفلوس ولا نسمح فيك. هي كتموت عليه البنت مراهقه، ولا مبززها، مصورها عريانه، مصورها فضيحه، مصورها مع شي واحد وتقول نطلقهم. هذا هو العقل، هذا هو التهديد. وهي مراهقه 21 عام، مازال مراهقه. لأن كتخسر واحد القدر د الفلوس بزاف. بوها دايرو 6 مليون، خوها دايرو 4 مليون ونص، خوها الاخر 3 مليون. كطلب واخا الناس ما تيبغيوش يعطيوها، تمشي عندهم نعطيكم الشاك بيض، غادي الصباخه طار. شي الدري باعتو، الدري ما عندها ما توكلو، هي الدري ما عندها ما تلبسو، الدري ما عندها ما تعطيه لا مرض. الدري باعتو بواحد القدر د الفلوس باش تزيد تكمل المسيره ديالها على برا، فهمتيني. ولا كان لانطير بور راه نجبدوها. الدول اللي متفقين معاهم اتفاقيات ديال رونديلك راه نشدوها. ولا ما كانش لانطير ومشات لشي دول ما متفقينش مع رونديلك الروشيرش، راه ما نجبدوهاش. وحق الله اخوتي، هذه هي الهضره. خصها تعتقل، وصحاباتها تا هما يتعتقلوا، فهمتيني. اختها بعدا مريم خصها تعتقل. هي العقل المدبر، هي اللي كتنفذ لختها الخطات. وباش بغات تسرق الاخرى اكرم، قالت لختها سيري سافري الخنيفره. اختها مازال ما تسافر، مازال ما كملاتش الشهر، مازال كتخدم في التيليبوتيك. اختها سافرات باش تخرج تلقات كرم، ما يلقاوش مريم. قالت لها يضربوك وكذا. انا باش تعرفوا مريم في اخبارها الخبار. هاد صاحبة مريم اللي سلفات اختها 3000 درهم 60000 ريال، كتصوني لها الحد وقالت لها راه ما تتجاوبنيش. ومريم وقالت الميلوده رانا صونيت لها ورانا قيتها، قالت لك دابا تجي وكذا، فهمتي. قالت الاخرى قالت لها علاش كذبتي عليا الاخت خديجه؟ انت كتصوني اختك كتهضر معاك وانا كتقولي لي لا. هادشي فوق فين تفرشوا عند البوليس، وهنا البوليس كانوا يقبضوا في اختي، يقولوا انت اتصلتي باختك نهار الحد. عطينا التليفون الخبره وبدات تحت المراقبه تقول لنا فين اختك. هي خلعوها، خليوها صريح موقع. بدا عطيوها واحد كان جرد الحبس البنت دغيا الله واسد تقرر التحقيق. اختها راه عارفه انك كانت تهضر مع اختها غادا سرقه الدري وهي كتكيديها اختها، فهمتيني. وهادشي هذا راه في اخبار البوليس. والتليفونات خصهم يمشيو للخبره. الخبره راه مازال ما خرجت، تتخرج على 3 شهور، ولا كاين اللي كتخرج في نهار ديال المخابرات، تتخرج في نهار، والاخرى كتخرج شويه 3 شهور. راه كانت مشات للخبره، لان المغرب كله تيدوز في الخبره. المهم اختها مريم هي العقل المدبر ديالها، هي اللي كتنفذ لها الخطوط. وصحاباتها البنات، صحاباتها اللي بقاو تما في الدار، هادوك راه عارفين اخوتي وخايف اللي يقولوا صحابهم ما يمشيو للحبس. راه التقليد ديال الكرم عليكم، التقليد ديال الكرم عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. با دامي با د كونفيونس، ما تثيقوش اخوتي، لا ثقه في ولاد عتيقه، وربط صيب ما تطلق، فهمتيني. وما دير خير ما يطرى باس، واللي حن كيتمحن.
في هذا الوقت، فهمتيني؟ ما دير خير ما يطرى باس، والمحن تيتمحن. وحيد يا امي تجلس مرسي، حيد يا امي تجلس مرسي، بشحال الحاولي ما نعرف. الله تنوريكم الزنباع فين كيتباع، ونوريكم الجرانه ملي كتبولو الحوته. الله يعطيني مع امكم لا فندري.